الحسن بن علي هو حفيد النبي محمد، وابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ابنة النبي. يعرف بلقب الحسن المجتبى، وهو شخصية مركزية عند المسلمين خصوصا عند الشيعة، حيث يعتبر الإمام الثاني بعد والده علي. متى وأين ولد؟ ولد في المدينة المنورة في سنة 3 هجريه تقريبا، حوالي 624-625 ميلاديه، وكان محبوبا من النبي ومن أهل بيته. أهم أدواره وسيرته: شارك في بعض أحداث الفتنة الأولى مثل معركة الجمل ومعركة صفين وغيرها في عهد حكم والده علي. بعد اغتيال علي عليه السلام، صار الحسن مرشحا لولاية المسلمين، وتولى الخلافة لفترة قصيرة بعد وفاة والده عام 669 ميلاديه تقريبا، ثم عقد صلحا معاهدة مع معاوية بن أبي سفيان، وانسحب من المواجهة المسلحة بغرض حفظ الدماء ووحدة الأمة. هذا الانسحاب والصلح له تفسيرات ومواقف مختلفة بين المؤرخين والمدارس الإسلامية. وفاته: توفي الحسن في المدينة سنة 50 هجريه 670 ميلاديه. هناك روايات كثيرة تقول إنه تسمم. تشير مصادر شيعية وبعض المصادر التاريخية إلى مؤامرة دفعت زوجته جاعدة بنت الأشعث أو أطرافا أخرى لتسميمه بإيعاز من معاوية أو لأسباب سياسية، بينما في بعض المصادر السنية تعرض تفسيرات أخرى مثل مرض طبيعي أو اختلاف في السرد. الخلاصة: سبب الوفاة موضع خلاف ونقاش تاريخي بين المصادر. مكان الدفن: دفن في مقبرة البقيع بالمدينة، قبلة علم وحزن عند آل البيت وأتباعهم، وكان قبره مع قبور أئمة وعلماء آخرين في البقيع. موقف المذهبين السنة والشيعة من الحسن. مكانته عند الشيعة: عند الشيعة الاثني عشرية والشيعة عموما، الحسن يعتبر إماما معصوما بعد علي، ومقامه مقدس، يذكر كأحد أهل البيت الذين نص عليهم النبي وفضلهم. وفاة الحسن تعامل كمذبحة استشهاد عند الشيعة، ولا سيما إذا أخذت روايات التسميم بعين الاعتبار. مكانته عند السنة يجلون الحسن كحفيد النبي وصحابي وكخليفة شرعي لفترة وجيزة بعد علي. كثير من علماء السنة يثنون على حكمته وفضله واعتباره من أهل البيت ذوي المكانة العالية. حول أسباب وفاته وتفاصيل الصلح مع معاوية، لدى المؤرخين السنة روايات متباينة، بعضهم يذكر التسميم في روايات تاريخية، وآخرون يميلون إلى روايات تقول بمرض، أو يتعاملون مع روايات التسميم بحذر نقدي. عموما الحسن شخصية محترمة عند السنة أيضا.